الفيديو. المدرب وليد الركراكي يزلزل المغاربة قبل قليل بهذا الخبر المحزن والغير متوقع بخصوص إصابة لاعب مغربي أثناء التدريبات واستبعاده عن مباراة المغرب وإسبانيا. اهتزت الجماهير قبل قليل بالخبر الذي زف به المدرب وليد الركراكي قبل قليل في أول تصريح له قبل مباراة المغرب وإسبانيا بخصوص إصابة أحد لاعبي المنتخب الأساسيين واستبعاده عن تشكيلة المنتخب لمباراة الغد، وإليكم باقي التفاصيل. فكما هو معروف فإن شبح الإصابة كان دائما يخيف ويلاحق المدرب وليد الركراكي كما جاء على لسانه في أحد تصريحاته خصوصا قبل مباريات كأس العالم، خوفا من تغيب أحد اللاعبين عن التشكيلة بسبب الإصابة، وهذا ما سيؤثر سلبا على أداء المنتخب، خصوصا أن مباريات كأس العالم تكون حاسمة ومصيرية بالإضافة إلى وجود منافسين أقوياء كالمنتخب الأسباني الذي سيواجه المغرب غدا في مباريات الثمن نهائي لكأس العالم قطر 2022، حيث يتوقع المغاربة والعرب تألق أسود الأطلس غدا والمواصلة في تشريف العرب لكون المغرب هو المنتخب العربي والإفريقي الوحيد المتبقي في المونديال. وزلزل المغاربة قبل قليل بهذا الخبر المحزن والغير متوقع الذي تداولته العديد من المنابر الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خروج المدرب وليد الركراكي في تصريح قبل مباراة المغرب وإسبانيا يعلن فيه عن إصابة زياش على مستوى الركبة أثناء التدريبات، وقال إنه من المحتمل أن نستبعد زياش عن تشكيلة المنتخب أمام إسبانيا، ونحن في انتظار نتائج الفحص الطبي لتحديد القرار النهائي، وهذا ما أحزن الجماهير المغربية.